شايفين بقى كيك الكوكيز الحلوة دي؟ طالعة ترند هي اليومين دول. تعالوا بقى نعملها مع بعض. وعايزة اقول لكم نصيحة كده، اصحاب السكر يمتنعون. عندنا 200 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، 200 جرام سكر، يعني كوباية وكوباية. السكر بني، لو ما عندكيش سكر بني ممكن تحطي على السكر العادي معلقة عسل اسود. هنضربهم لحد ما السكر يفتح شوية كده والزبدة منهم يفتح شوية، هي كده كده مش هتعلى. ننزل عليهم بقى 350 جرام دقيق، نص معلقة ممسوحة بيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، ما تحطيش عليها بيكنج باودر خالص خالص خالص. شوكليت شيبس بقى الكمية اللي انت عايزاها، بيضتين وفانيليا وبس كده. نقلب بقى المكونات دي مع بعضها. والشوكليت شيبس دي حرارية، ما بتسحش في الحرارة، بتفضل زي ما هي. نعجن بقى الحاجات دي كده كلها مع بعض لحد ما المكونات تمتزج خالص. وهنا انا ما حطيتش البيض في الاول لان هو مش هيعلى ولا حاجه، واحنا اصلا مش عايزينها تعلى. البيكنج صودا بس عشان ما تبقاش مكتومه، عشان كده بقول لكم ما ينفعش نحط عليها بيكنج باودر خالص. قمت العجينه التلت والتلتين، خدت التلتين الاول هما اللي هعملهم القاعده، واخليها طالعه على الجناب شويه كده عشان لما نيجي نحط الحشو الحروف ما تتحرقش مننا. حطيت ورق زبدة كده زي ما انتوا شايفين، بس بظبطها بقى كده وبرفع الحروف لفوق، مخليش فيها اي حتة مفتوحة عشان الحشو ما ينزلش تحت. سيحت بقى شوية نوتيلا، المفروض ان هي بتتحشي نوتيلا بس انا قلت ايه هجرب كده احشيها كمان لوتس، فعملت نص نوتيلا ونص لوتس. سيحته كده في الميكرويف علشان لما نيجي نفرده ما يبقاش جامد يقطع مننا العجين. خلاص كده فردناها. ناخد بقى التلت اللي فاضل من العجينة، برضو حطيت دي فوق وتحت وفردته كده، وبعدين حطيته عليها من فوق، وقفلت بقى الحروف اللي احنا كنا مطلعينها دي. نقفل الحروف كلها، ما نخليش فيها اي حتة مفتوحة عشان الحشو ما يطلعش وينشف. بس شايفين قفلت الحروف ازاي؟ هنحط بقى على الوش شوية شوكليت شيبس كده، لو مش عايزة تحطي وتكتفي بس باللي في العجينة كفاية. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 من فوق وتحت، وهي متاخدش ربع ساعة او بالكتير قوي تلت ساعة، مش اكتر من كده. ما بتاخدش اكتر من كده وبتكون اتحمرت. شايفين بقى طلعت محمرة وحلوة ازاي؟ ربع ساعة بالظبط وكنت مطلعها. يلا نقطعها كده بقى ونشوف الحشو اخباره ايه. مقرمشة من بره وهشة وطرية من جوه، والحشو طري. وعلى فكرة لما بردت كمان الحشو فضل سايح منشفش. طالعة بجد تحفة تحفة تحفة، لازم تجربوها، خطيرة. شايفين دي اللي باللوتس معليتش معانا بس مش مكتومة هشة، عشان كده حطينا بس بيكنج صودا. تعالوا كمان نقطع حتة بالنوتيلا ونشوف اخبارها ايه. اللي باللوتس حلوة، بس اللي بالنوتيلا ملهاش حل بصراحة. بجد لازم تجربوا الطريقة دي، تحفة. بس اللي عندهم سكر بلاش بلاش بلاش، عشان هي فيها كمية سكر كبيرة اوي. تحفة. يا رب تكون الوصفة سهلة وعجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة.